القرنفله دوك هادي بيناتنا حلوه ما يزيدوش يديروها الناس. ما فهمتش على ما وليتوش ديروها لتيتو غير بكاطو بريستيج. لاباط نحتاجو 3 كيلات فرينه، لافاني، قرصه ملح، نص كيله تاع ليدام مارغرين تاع التوريق من الاحسن. نبسوهم ونطموهم بالماء زهر اللي يكون دافي. قبل ما تنطمنا نقسموها على زوج. الجزء الاول نكملو نطموه بالماء زهر ونعجنوه شويه قسمه تولي ليس. الجزء الثاني نزيدوا له الكاكاو ولا اي ملون حبيتوه. كيف طموها وعجنوها شويه وغطيوها وخليوها ترتاح على الاقل 6 ساعات. لافاغ استعمل 3 كيلات لوز، كيلة سكر، شويه قارص غير فاصل، لافاني، ونطموها بالبيض. البيض زيدوه بالعقل، المهم لازم تولينا الحشوه تاعنا طريه. نغطيوها ونوليو العجينه تاعنا اللي لازم نخدموها. معناتها نقعدوا نطويو ونحلو بعد نجوزوها في الماشينه في الرقم الاول الثالث وقبل الاخير. اذا حسيتوها شويه خشينه زيدوا حلوها بالحل. بالنسبه للحجم تاعهم خيرتي يكون المربع تاعي 8 سنتيمتر على 8، ولا تقدروا 7 على 7. نحكموا المربعات تاعنا نقسموهم كيما راه موضح على 4 وشنو ما توصلوش حتى للنص باش ما يتقطعوناش. نديروهم متكروازيين. تحبوا تبداو بالبيضاء ولا بالماغون. والعجينه الاخرى لازم تغطيوها سينو تنشف وتتقطع. نجيبوا لافاغ تاعنا اللي نكونوا وزناهم بوزن بين 20 25، انا درتهم 25. ومن بعد نبداو نديرو كيما راهو موضح، ما عرفتش نشرح لكم. من نطلعوا للفوق ومن بعد نقرصوا هذوك اللي من تحت. واش يبقى لنا من العجينه نروحو نشكلوا وريضات. انا استعملت هذاك الطابع تاع المارغريت، استعملت 3 وردات، 3 الاخرين الكبير ما استعملتوش. خالفت الالوان، درت الكبيره ماغون اللي تحتها بيضاء والاخرى ماغون تاني. هي من الاحسن تخليوها تبات باش ما تفسدش الشكل تاعها قبل ما طيبوها. نطيبوها على 180 درجه واحد 20 دقيقه. كي نخرجوها سخونه ندخلوها في حسل ونخليوها تتشرب واحد 4 ساعه 10 دقائق. اذا بردت الحلوه سخنوا العسل تاعكم مليح وديروها داخلها وبصحتكم. ما بقى عليا غير نقول لكم تلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.